كان يا مكان احتكى الله في كل مكان، احتكى اللحبق والسوسان في حجر النبي العدنان، عليه أزكى الصلاة وأفضل السلام. عجبني نضيم الكنام ونسجت من خيوط الحكاية، شكال ولوان سمعوها مني نسا ورجال، كبار وصبيان. وجيت نقول لك يا سامح حكايتي، الله ينورك كيف ما نورت الجمعة بين الأيام. متابعي قناة وردة الحب، مساء النور عليكم، مساء الخير ومساء الأنوار. كنتمنى تكونوا إن شاء الله على خير وبخير وانتم كتشوفوا هاد الفيديو. مساء الفرح والسرور على قلوبكم، سعيدة جدا بالتواصل معكم. شكرا للمتابعة ديالكم، شكرا للكلام الطيب، شكرا لدعواتكم الصادقة منكم. نتمنى أن تكون أثرا طيبا في نفوسكم، اللهم اجعلها مفاتيحا للخير ومغالق للشر. يا ربي نكونوا نقدروا نجبروا الخواطر ديالكم، وخا حتى على رحنا ذكرونا بالخير، وخا حتى الله تعالى ضل العمر تبقاو تفكرونا بأني بغيتكم والله شاهد عليا من القلب، والكلام اللي من القلب كيوصل طلب عاد للقلب. بغيت نقول لك يا المغربية انت لالات العيالات، تهلاي في راسك وحاولي على راسك وتكيسي على صحتك وما تفقسيش راسك وما تعصبيش راسك. اللي جات واللي ما جاتش غدا قادر بها الله، وصلتيها ولا ما وصلتيهاش ربي قادر بكل شيء. تيسرات ولا ما تيسراتش نطلب الله هو يسرها بإذن الله. الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم ويسر أموركم، تهلاو في راسكم حيت انتي لالات العيالات. اليوم جبت لكم قصة رائعة، وفعلا تعاودت لي بحب وتعاودت بواحد الدفء وبواحد الطاقة إيجابية، وأنا كنسمعها وبغيت نعاودها لكم حتى نتوما بإيجابية. وهنا سأستحضر الآية الكريمة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعد الله تعالى لنبيه الكريم أكيد، ونحن نمشي على نهجه. فوق ما قريت هذه الآية كنحس بواحد الاطمئنان، بواحد دفء داخلي، وكنقول بإذن الله خزائنه ملأى ولا تنفد. ولكن ادعوا الله بيقين وقولوا يا ربي وما تخافوش، ربي قادر بنا كاملين. باش ما نطولش عليكم بداو في قصتنا الرائعة، تبعوا معايا حتى الاخر. هذا سي جمال، انا جمال. ملي ولدات لي الام ديالي توفى الاب ديالي بحادثة سير، الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. بقينا جالسين مع الام ديالو ضمصاتنا ملي خرج لنا الفلوس ديال لاسيرونس، خداتهم وجرات علينا. بقينا انا والام ديالي كنطلاوطو كنمشيو عند العائله، هادو نهار هادو يومين هادو 3 ايام والو. ديك الساعه انا عندي 5 سنين، ما قادرش نركز في المدرسه، يلا دخلت ديك الساعه لتحضيري. ولكن انا كنشوف باني واحد الانسان ما عنديش واحد الركيزه، قيسني البرد من كل جهه، والطريق ما عنديش با، ما عنديش حياه مستقره، ما عنديش ضلعه غادي نتكى عليها والو. كل شيء اللي داير بيا حيت راشي. عيطات امي لخالة با وقالت لها سمعي لاله منانا، انا غادي نجي عندك وغادي نقابلك وغادي نتهلا فيك، اعطيني غير فين نسكن انا وولدي ناكل ونشرب، وما تعطيني لا فلوس لا والو، غير خليني عندك. هادشي ما دارت امي. مشينا وتحزينا عندها، وفعلا نيت داكشي ما كان. مشينا للعروبيه عند ديك المراه، بقينا جالسين نخدموا عندها انا وامي مسكينه. امي مسكينه كتنكس ليها الكوري حاشاكم،
وكتقابل هنا وتقابل لهين، وتحلب ليها البهيم وما تخلي لي مسكينه ما دير، وما تعطيها حتى فلوس الحمام. حتى جا واحد النهار جاراتها دخلوا وقالوا ليها حرام عليك لاله منانا من جهة الله، هاد السيده مسكينه راكي غتحاسبي عليها امام الله، اعطيها بعدا غير باش تفرح داك اليتيم مسكين بزز، باش كتعطينا شي تفيت هكا تلوحهم لينا. مو مسكينه باش انا ما يبقاش فيا الحال، كتقول لي شوف وليدي خليني مضرقه وجهي، والراس المغطي حسن من راس العريان. وللاسف امي متي مسكينه وما كترد ديك تماره، وما كثرت ما كترد لقلبها، وما عندها حباب وما عندها صحاب وما عندها حد. لما نتعاود حتى لواحد النهار ضربات امي متي تماره حتى ما قدات، وقالت لها خالتي لاله منانا دخليني الحمام عوميني. عوماتها الوالده وخرجاتها ودخلت هي. يلا خرجات امي متي من الحمام، قالت لي يا وليدي مد لي داك الكويس ديالاتاي. مديت ليها الكويس ديالاتاي، قالت لي خليني وليدي غنتماغط غا شويه نعس ترتاح. راني تشومرت وليدي اليوم بزاف. تكات الصباح جينا نفيقوها، مول الامانات دا امانته، ماتت الحنينه، ماتت كويتي، الله يرحمك ويوسع لك اميمتي. بكيت وتألمت وضرني قلبي بزاف. ديك الساعة عندي 10 سنين، لاحتني خالت با وما عقلاتش عليا، لاحتني للزنقة. مشيت كنعس في المحطة ديال الكيران، كنت لاوض، ولكن اهم حاجة ما تلاحيتش البلية. مشيت كنبيع الميكا، كنهز تقول مع الناس، كندفع الكرارس، كنمشي عند موالي الكيران نعاونهم. كيقولوا ديما هاد الدري معقول الله يعمرها دار. سير الايام وجي الايام، بقيت نتلاوض من بلاصه لبلاصه. دلني واحد السيد على واحد السيد، دخلت عنده، خدمت عنده في الفران، وكان سيعطيني النعس في داك الفران نيت. وعرفوني الناس باني وليد معقول والله يعمرها دار، باغي يخدم على راسو. وكبرت تما في داك الفران، منساش الخير ديال مولاه، منساش خيره صراحه عليا. كنقول يا سيدي يا ربي، واش انا في هاد الفران غادي ندير شي حاجه؟ ولكن ربي كاين دائما. كل مره فين ما كنبغي نعس كنشوف صورة اميمتي، شوف صورة حنينتي، امي الكبيده، امي الحنينه، ديما صورتها قدامي. تنقول لها يا اميمتي ان شاء الله امي غادي ندير شي حاجه، وانا كنواعدك يا اميمتي الحنينه ان شاء الله دعي معايا يا اميمتي. واحد النهار عيط ليا واحد السيد عنده مخبازه، وقال لي جي تخدم معايا، انت ولد الحرفه وعارف اش كاين. قلت له مرحبا نخدم معاك. وفعلا نيت اعطاني بيت في المخبازه نيت، وتما فين وليت كنعس. خدمت في المخبازه فعلا نيت وانا عمري 19 عام، وفعلا نيت بقيت خدام العام الاول والعام الثاني والعام الثالث والعام الرابع، حتى درت 26 سنه. اجي عندي مولا مخبازه، اجي يا ولدي يا جمال نهضروا انا وياك. ركبني في الطوموبيل ودارني حداه، قال لي ما كاين ما نخبي عليك ولدي، انت دري معقول والله يعمرها دار. باش ما نطولش عليكم القصه، خليكم مع الجزء الثاني ديال القصه. اقسم بالله لقصه مشوقه، قصه رائعه جدا، غتسمعوها غتعجبكم بزاف. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء في الجزء الثاني ان شاء الله.